صباح الفل، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. حبيب قلبي، هتركز بقى معايا في فيديو النهارده عشان فيديو مهم جدا 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 لأبعد ما هتصور قوانين الفصل الخامس اللي مجننه الناس. فاحنا ان شاء الله في الفيديو ده هنلخص قوانين الفصل الخامس كلها، سواء بقى قوانين فين، سواء الظاهره الكهروضوئيه، سواء انبوبه اشعه الكاثود، سواء الميكروسكوب الالكتروني، سواء قوانين الفوتون، قوانين الالكترون. كل ده يا باشا هنشوفه مع بعض في الفيديو ده في ورقتك وقلمك وقوانينك، واستعد يا باشا ويلا بينا. تعالى يا باشا، اول حاجه بنبدا بيها قانون فين اللي تقريبا ما بيغيبش عن امتحان دور اول. حضرتك اول ما يجي يسالك عن مساله قانون فين، فقانون فين تمبريتشر 1 بالكلفن بالنسبه لتمبريتشر 2 بالكلفن هساوي حضرتك لامدا ماكسيموم 2 بالنسبه للامدا ماكسيموم 1. حضرتك طبعا قانون فين بيقول لك الطول الموجي المصاحب لاقصى شيء الاشعاع اللي هو لامدا ماكسيموم بيتناسب عكسيا مع درجه حراره الجسم الايه الكلفينيه. فانت حضرتك هديك تمبريتشر اولى ولامدا ماكس اولى، ويا اما اديك لامدا ماكس 2 واطلب تمبريتشر 2، يا اما اديك تمبريتشر 2 واطلب لامدا ماكس 2. وبالمناسبه انا ممكن ما ادكش التمبريتشر الاولى ولا لامدا ماكس الاولى وتستعين بالثوابت الكونيه، لان حضرتك عندك حاجه زي الشمس وعندك برضو حاجه زي مصباح التنجستين. حضرتك التمبريتشر بالنسبه للشمس كام؟ 6000 كلفن، والطول الموجي اللي عنده اقصى شده اشعاع بالنسبه للشمس بكام يا باشا؟ ب 500 نانو متر. حضرتك بالنسبه لمصباح التنجستين التمبريتشر كام؟ 3000 كلفن، والطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع بالنسبه لمصباح التنجستين 1000 نانو متر. فانت ممكن تستعين بالثوابت دي، سواء مصباح التنجستين سواء حضرتك ايه الشمس. حضرتك اهم نقطه ان لازم التمبريتشر يكون بالايه بالكلفن، فلو التمبريتشر معطاه في السؤال بالسيليزيه فلازم تحولها لكلفن. تي كلفن عباره عن تي سيليزيه تجمع عليها كام؟ 273. فانا لو اديتك درجه الحراره السيليزيه اجمع عليها 273 يديك درجه الحراره ايه الكلفينيه. فانا خلاص يا باشا اتفقت قانون فين اول ما يجي لي في امتحان دور اول، لانه مهم جدا وتقريبا لا يخرج من امتحان دور اول. تمبريتشر 1 تمبريتشر 2 لامدا ماكس 2 لامدا ماكس 1. حضرتك طبعا لما بتجيب قطعه حديده وبتسخنها، لو درجه الحراره منخفضه على كلامنا هنا هيبقى طول الموج المصاحب لاقصى اشعاع كبير في نطاق الاشعه الحمراء. لو انا فضلت ان انا اعلي درجه حراره قطعه الحديده دي هيبدا من كلام قانون فين ان الطول الموجي المصاحب لاقصى اشعاع يقل فيخش على الضوء المرئي، واول لون تظهر بقطعه الحديده هو لون الايه الاحمر. باستمرار ارتفاع درجه الحراره الطول الموجي المصاحب لاقصى شيء الاشعاع يقل، فلون الجسم او لون قطعه الحديده تتغير، تصبح بقى من الاحمر عندك برتقالي عندك اصفر. فالعلاقه عكسيه ما بين درجه الحراره والطول الموجي المصاحب لاقصى شيء الاشعاع. وما تنساش تعوض بالتمبريتشر بالكلفن سيليزيوس زائد 273 يا باشا. ومحدش يجي يقول لي ايه لو انا عندي تمبريتشر اولى بالسيليزيوس وتمبريتشر ثانيه بالسيليزيوس فنسبه التمبريتشر بالسيليزيوس هنا نسبه التمبريتشر بالكلفن، لا عشان هي جنب. يعني دي سيليزيوس زائد 273 ودي سيليزيوس زائد 273، اكيد موجب 273 مش هيروح للبسط والمقام. فانت لازم تحول السيليزيوس لكلفن وتبدا تتعامل في الصيغه دي وتبدا تتعامل في القانون ده. فده سعاده الباشا بالنسبه لمين؟ لقانون فين. طيب تعالى نشوف اللقطه اللي بعد كده. اللقطه اللي بعد كده انبوبه اشعه الكاثود والميكروسكوب الالكتروني. طبعا انبوبه اشعه الكاثود اللي هي سي ار تي كاثود ري تيوب اللي بتستخدم في شاشه التلفزيون والكمبيوتر، وهي تطبيق من تطبيقات الانبعاث الكهروحراري او انبعاث كهرباء عن طريق الحراره. بنجيب معدن نسخنوه فبيطلع الكترونات. وبرضه في الميكروسكوب الالكتروني حضرتك بيستخدم في رؤيه وفحص الاجسام الدقيقه زي الفيروسات وبيتعامل مع الكترونات. فاحنا سواء هنا او سواء هنا احنا بنتعامل مع مين يا جماعه؟ مع الكترونات. طيب لما تيجي تبص هنا، انا بالنسبه لي الكاينيتيك انرجي بتاعه الالكترونات هي عباره عن نص ام الكترون في سكوير، دي مربع السرعه. طب بالنسبه سواء في انبوبه اشعه الكاثود او سواء الميكروسكوب الالكتروني، انت اديت كاينيتيك انرجي او اديت سرعه للالكترونات عن طريق مين يا باشا؟ عن طريق فرق الجهد. يبقى ايه في الفي؟ دي طاقه كهربائيه، فالفي دي فرق جهد. فلما تيجي تتتبع القصه كده، ادي عندي فرق جهد، ادي طاقه كهربائيه وادي طاقه ميكانيكيه، فانا اديت الالكترونات فرق جهد اللي هو طاقه كهربائيه اتحولت لطاقه ميكانيكيه. طب يا باشا هدمج القانون معايا عشان ادخل الدنيا في بعض. حضرتك مندي براولي الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون اللي هو لامدا بتساوي يا جماعه بتساوي اتش على البي ال، او بتساوي اتش. ممكن افك البي ال بتعامل مع الكترونات يبقى ام الكترون اللي انا كده كده هديها لك في السؤال في ال في اللي هي ايه يا باشا؟ اللي هي السرعه. فدي قوانيني اللي انا هستخدمها هنا وانا هدمجهم دلوقتي في بعض. فانت حضرتك بتقول لامدا الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون عباره عن من براولي اتش على بي ال. بي ال اللي هي كميه تحرك، كميه تحرك عباره عن ايه؟ كتله في سرعه زي ما حضرتك شايف. ماشي. طب حضرتك هتدمجهم في بعض ازاي؟ حبيب قلبي هتركز لي عشان الصيغه اللي جايه مهمه قوي قوي. حضرتك لامدا 1 للامدا 2، لما تيجي تبص اللامدا والبي ال العلاقه ايه؟ عكسيه، يبقى بي ال 2 بي ال 1 يبقى هتساوي حضرتك البي ال والسرعه اخوات واصحاب وحبايب، يبقى سرعه 2 سرعه 1 دي بالنسبه لي سرعه. طب حضرتك بقى انا عايز السرعه وادخل دلوقتي فرق الجهد. لما تيجي تبص حضرتك السرعه دلوقتي مربع السرعه مع الفولت، مربع السرعه مع الفولت يبقى السرعه مع جذر الفولت. يبقى ممكن لو عايز ادخل الفولت يبقى جذر الفولت 2 فولت 1 دي بالنسبه لي يا باشا ايه؟ فرق جهد.
طب استنى كده، انا عايز ادخل الكي ايه كاينتيك انرجي، الفولت والكاينتيك انرجي اخوات واصحاب وحبايب. طبعا هنا انا بتعامل مع الكترونات، فالكتله ثابته وكده كده الشحنه ايه ثابته، فانا مطيرها من العلاقات دي. الفولت والكاينتيك انرجي زي بعض، فانت هنا حاطط جذر الفولت 2 فولت 1 يبقى برضه جذر كاينتيك انرجي 2 كاينتيك انرجي 1، فالعلاقه دي مهمه جدا. ده بالنسبه لي الطول الموجي المصاحب للحركه، وده بالنسبه لي يا باشا ايه كميه التحرك، ودي بالنسبه لي السرعه، وده بالنسبه لي فرق الجهد، ودي بالنسبه لي يا باشا طاقه الحركه. فبعد اذن حضرتك العلاقه دي مهمه جدا، لان احنا ممكن ندخل حاجات كتيره في بعض يا باشا. لو عايز طول موجي وعايز كي ايه موجود، طول موجي وفرق جهد موجود، سرعه وفرق جهد موجود، كميه تحرك وسرعه موجود. دي طبعا المقارنات لما تقارن ما بين جسمين، لازم الجسمين يكون ليهم نفس الشحنه، ولازم يكون ليهم نفس الايه الكتله، لان اختزلت القانونين دمت وطلعت بالنسبه لي بالمعادله دي. طول ما انت في انبوبه اشعه الكاثود او الميكروسكوب الالكتروني بتتعامل مع الالكترونات، وسواء اديت الكترون فولت اولاني وبعد كده رجعت اديته فولت تاني، او بتقارن بين الاثنين الكترون، كده كده هيكون ليهم نفس الكتله وليهم نفس الشحنه. لو انا اديتك بقى جسمين ما لهمش نفس الكتله، يعني مختلفين في الكتله او مختلفين في الشحنه، فهترجع لاساس القوانين وتعمل مقارنه على حسب بقى اللي عندك. طيب سعاده الباشا ساعدني يساعدك ربنا. انا دلوقتي لو عايز الفي اللي هي سرعه، ايوه عايز تعمل ايه؟ الفي اللي هي سرعه يا باشا، لو انا عايز اجيبها طبعا من هنا الفي سكوير يبقى الفي بس، يبقى تاخد الايه؟ تاخد الجذر. حضرتك ادي ايه وادي في، تمام؟ اي في الفي على نص ام، يعني احط هنا نص ام يبقى دي الام، وفي هنا نص تطلع فوق 2، يبقى ده القانون. او ممكن اقول جذر ادي 2 وافك الاي في الفي الايه لكاينتيك انرجي، احنا كاتبين الاي في الفي دي كاينتيك انرجي على الام. فدي بالنسبه لي علاقه مهمه جدا جدا لو حبيت تيجي تحسب السرعه، فالسرعه هتساوي جذر 2 اي في على الام. الفي دي بالنسبه لي يا جماعه ايه؟ الفي دي فرق جهد، طيب، وبتساوي جذر 2 كي اي على الام زي ما حضرتك شايف، دي قوانيني. فانا اي تعامل مع الميكروسكوب الالكتروني او انبوبه اشعه الكاثود، دي القوانين اللي بتحكمني، لازم تكون القوانين دي حاضره في ذهني وحاضره في خيالي، وابدا ان انا اتعامل بيها على طول بفكرها. العلاقه دي خطيره جدا 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 لابعد ابعد ابعد مما تتصور، بس ما تطبقهاش غير لو انت بتتعامل مع جسيمات لها نفس الشحنه وليها نفس الايه وليها نفس الكتله. فده حضرتك بالنسبه للميكروسكوب الالكتروني وانبوبه اشعه الكاثود. طب تعالى يا باشا بالنسبه بقى للظاهره الكهروضوئيه. طبعا يا باشا افكرك بالظاهره الكهروضوئيه، عندي معدن بنسقط عليه ضوء فبيطلع كهرباء، عندي معدن بنسقط عليه ضوء بيطلع كهرباء. طبعا ولا اي معدن ولا اي ضوء لازم يكون فيه شروط حضرتك مذاكرها وعارفها، ولو مش مذاكرها وعارفها فاحنا هنراجع الفصل الخامس في الفيديو الجاي على المنصه فشوفه. طيب تعالى دلوقتي يا باشا الظاهره الكهروضوئيه، طاقه الضوء اللي هتسقط على المعدن ايه بتساوي ايه؟ اتش في نيو او اتش في سي على لندا. والمعدن يا جماعه بيكون لي داله شغل اللي هي الاي وورك بتساوي اتش في نيو كريتيكال او اتش في سي على لندا كريتيكال. حضرتك بقى بيكون في كاينيتيك انرجي، كده كده الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترونات هي نص ام الكترون في سكوير، وده بتساوي الفرق ما بين اي واي وورك، يعني اي ماينس اي وورك. طب انا ممكن اعدل في القانون وافك الاي اتش في نيو ناقص اتش نيو كريتيكال، او ممكن افك الاي اتش سي على لندا ناقص اتش سي على مين يا جماعه؟ على لندا كريتيكال. فدي بالنسبه لي قوانيني. طب انت عارفني بحب المقارنات، ما تيجي نعمل مقارنات من القانون ده او من العلاقه ده. بص يا بيه، كاينيتيك انرجي 1 بالنسبه لكاينيتيك انرجي 2 هتساوي، حضرتك لما تيجي تبص النص رايحه والام رايحه عشان ده الكترون كتلته ثابته، العب على السرعه يبقى في 1 سكوير في 2 سكوير. ده بالنسبه لي بالنسبه لمين يا باشا؟ ده بالنسبه لي بالنسبه اهو للسرعه. فكاينيتيك انرجي 1 كاينيتيك انرجي 2 عباره عن في 1 سكوير في 2 سكوير، دي بالنسبه لي سرعه. طب استنى كده، المعادله دي يبقى خدها E ناقص E work على E ناقص E work، بس انا عندي احتمال اول واحتمال تاني، ما انا بعمل مقارنه. او ممكن افك الايه او من هنا لو قسمت دمت على بعض، يعني دي مرتين الاتشات تروح، فيتبقى نيو ناقص نيو سي على نيو ناقص نيو سي، بس المره دي واحد واثنين بفرض ان عندي ترددين وعندي حالتين. طب ما انا ممكن اقول هنا لو قسمت دمت على بعض مره ومره، يعني قسمت المعادلتين، عملت معادلتين وقسمتهم، الاتش سي تروح، يتبقى ايه؟ واحد على لندا ناقص واحد على لندا سي، واحد على لندا ناقص واحد على لندا سي. دي الحاله الاولى ودي الحاله الثانيه. فده بعد اذن حضرتك في المقارنات، كده كده الكاينيتيك انرجي 1 كاينيتيك انرجي 2 مربع سرعه اولى مربع سرعه ثانيه، اي ناقص اي ورك في احتماليتين، وحضرتك نيو ناقص نيو سي في احتماليتين، وحضرتك واحد على لندا ناقص واحد على لندا سي زي ما سيادتك شايف. ما يجيش بقى واحد كده جميل يجي يقول لي يا باشمهندس ما انا من هنا مقام المقام بص ومقام البص مقام، حبيب قلبي دي اشاره ايه؟ سالبه.
فبعد اذنك ما فيش حاجه اسمها مقام المقام بسط ومقام البسط مقام، لان ده سالب، فبعد اذن حضرتك سيبها زي ما هي. فلو عايز تتعامل مع كي ايه بسرعه، العلاقه هي معروفه. ادي عندي بعد كده عايز تتعامل مع طاقات، عايز تتعامل مع ترددات، عايز تتعامل مع اطوال موجيه، ما عنديش اي مشكله. طب افكرك عشان انت بتنسى هنا في الموضوع، عندي علاقه مهمه جدا وكيرف بالنسبه لي بيكون خطير جدا. لو انا رسمت علاقه بين الكي اي على المحور الراسي وبين تردد الضوء الساقط على المحور الافقي، السؤال هنا هل اي تردد هيطلع كاينتيك انرجي؟ لا، لازم يكون تتعدى قيمته قيمه مين؟ التردد الحرج، يعني ده نيو كريتيكال وده بالنسبه لي الاي وورك. فانا هنا بالنسبه لي العلاقه دي لازم تبقى عارفها جدا. هتيجي تقول لي يا باشمهندس ايه الميل بالنسبه لي؟ اكتب كده القانون اللي بيشمله ما يحتويه الصادي والسيني. حبيب قلبي الصادي والسيني، يعني عايز قانون في الكي ايه. عامه يا جماعه اي سؤال على الظاهره الكهروضوئيه هتكتب معادله اينشتاين للظاهره الكهروضائيه، الكاينتيك انرجي بتساوي ايه ماينس الاي وورك. طب استنى، ادي الكاينتيك انرجي، انا عايز ادخل التردد في الموضوع، يبقى فوق الاي لاتش في نيو، وادي ماينس الاي وورك. حضرتك ادي الصادي في طرف لوحده، ومين السيني؟ السيني هو النيو. دايما يا جماعه المضروب في السيني هو الميل، يعني انت لما تيجي تجيب علاقه بينيه عايز تجيب الميل، حط الصادي في طرف، حط السيني في طرف، المضروب في السيني هو الميل. مين المضروب في السيني؟ اتش. يبقى الاسلوب بالنسبه لي هو مين يا جماعه؟ هو الاتش اللي هو ثابت بلانك. حضرتك ثابت بلانك ليه وحده مشهوره اللي هي ايه؟ كيلو جرام متر تربيع ثانيه سالب واحد، دي بالنسبه لي مشهور بيها، دي ثابت بلانك. حضرتك هتيجي تقول لي في جزء زياده في المعادله، ده يا جماعه بنسموه الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الاي ورك زي ما حضرتك شايف. حضرتك البيل هنا بالنسبه لي هو مين؟ هو الاتش. فانت لو قعدت تجربه او رسمت الكيرف ده على كذا معدن، يعني معدن اولاني وشفت العلاقه بين تردد الضوء الساقط والكاينتيك انرجي، ومعدن ثاني وشفت العلاقه بين تردد الضوء الساقط والكاينتيك انرجي، هيطلع دايما الكيرف نفس الميل، لان الميل دايما ثابت، اللي هو مين؟ اللي هو ثابت بلانك، اللي هيختلف النيو كريتيكال والاي ورك بتوع المعدن. فانا بعد اذن حضرتك طالما بتعامل مع الظاهره الكهروضائيه دي قوانين، دي طاقه الضوء الساقط ودي بالنسبه لي داله الشغل، الفرق ما بينهم هو بالنسبه لي الكاينتيك انرجي. عملت مقارنات، الكيرف ده بالنسبه لي خطير جدا، الاسلوب هو ثابت بلانك اللي هو الاتش كيلو جرام متر تربيع ثانيه سالب واحد. طيب تعالى يا باشا في نفس الموضوع الخليه الكهربائيه. عايز افكرك بس سريعا كده بالخليه الكهربائيه. كان عندي انتفاخ زجاجي شبه مفرغ من الهواء عشان الهواء ما يعكش حركه الالكترونات، وكان المفترض ان انا عندي ايه؟ عندي معدن حلو، وبعدين طيب والمفترض ان المعدن ده هنسقط، ادي الكاثود وادي بالنسبه لي الانود، وعندي نواه باشا اميتر. المفترض ان المعدن ده يا جماعه هنسقط عليه ايه؟ ضوء. فالمفترض على كلامنا ان المعدن لما بنسقط عليه ضوء بيحرر مين يا باشا؟ بيحرر حضرتك الكترونات، ويبقى عندي كهرباء في الدايره. حلو، دي الخليه الكهروضوئيه. حضرتك دلوقتي لو انا عايز احسب شده التيار في الخليه الكهروضائيه اللي هو الاي، يا ترى يا باشمهندس احسب الاي ازاي؟ اللي اعرفه من قوانين الفصل الاول ان الاي بتساوي كيو على التي، يعني حضرتك الاي بتساوي ان في ايه على التي. انا عايز احسب معدل الالكترونات المنبعثه اللي هي معدل الالكترونات المتحرره، احسبها ازاي؟ ممكن اظبط القانون ويبقى الاي بتساوي فاي ال على الاي. هتيجي تقول لي ايه فاي ال؟ هقول لك معدل سقوط الفوتونات. هتيجي تقول لي ازاي يا مستر؟ ده انا هنا عايز معدل انبعاث الالكترونات، ان على تي يعني معدل انبعاث الالكترونات، تقوم انت معوضني بمعدل سقوط الفوتونات. ما يا جماعه الظاهره دي اسمها 1 تو 1. يعني ايه 1 تو 1؟ يعني كل فوتون بيطلع مين؟ بيطلع الكترون. فانا لو اسقطت 100 فوتون هيطلعوا لي ايه؟ 100 الكترون. يعني لو جيت قلت لك ايه؟ كاسود خلايا كهروضائيه سقط عليه 100 فوتون في الثانيه، او معدل سقوط الفوتونات 100 فوتون لكل ثانيه، فحضرتك عايز التيار، يبقى كده عندي 100 الكترون منبعث في الثانيه. بس استنى حضرتك مذاكر كويس. حضرتك عشان يطلع 100 الكترون في الثانيه من اصل لما يسقط 100 فوتون في الثانيه، لازم الفوتونات تكون طاقتها عاليه، يعني لازم حضرتك الايه يكون بالنسبه لي اكبر او يساوي الاي ورك. يعني انا في الظاهره الكهروضائيه لو لقيت ان الاي اقل من الاي ورك الموضوع خلص، لازم يكون الاي اكبر او يساوي الاي ورك عشان يبدا ان ينبعث الكترونات يا باشا. طيب فده بالنسبه لحساب شده التيار، اي بتساوي كيو على تي ان في اي على تي. الان في على تي اللي هي معدل انبعاث الالكترونات هو معدل سقوط الفوتونات، ولكن لازم في النهايه شرط يتحقق ان تكون الفوتونات دي معاها الطاقه اللي تقدر تحرك الالكترونات. يعني ان انا لو جيت سالتك سؤال في الظاهره الكهروضائيه وجيت قلت لحضرتك سقط الضوء على سطح معدن ولكن كانت طاقه الضوء اقل من داله الشغل، احسب الكهرباء بزيرو، لان مش هتنبعث الكترونات. شرط انبعاث الالكترونات ان يكون ايه؟ اكبر او يساوي الاي ورك. طب ممكن تركز معايا دلوقتي يا باشا. حضرتك هو الالكترون هنا بيستمد طاقته حركته منين؟ من مصدرين، من البطاريه اللي هو في بطاريه اهو اللي هي الفي، وما بين طاقه الضوء الساقط. الثاني الالكترون بيستمد طاقته من مصدرين، يا اما البطاريه طاقه حركته طبعا، يا اما البطاريه يا اما طاقه الضوء الساقط. حضرتك دلوقتي انا عندي كي اي ممكن تحسب من العلاقه دي اللي هو ايه؟ ايه فرق الاي وورك. حلو. وعندي كاينتيك انرجي ممكن تحسب من العلاقه دي ايه في الفي ده اللي هو ايه؟ فرق جهد.
فانت حضرتك دلوقتي لو عندك طاقه وعندك داله شغل وفرقهم يديك كاينتيك انرجي، يبقى كده الالكترون معاه كاينتيك انرجي. وعندك فرق جهد موجود في الخلايا الكهروضوئيه، يبقى برضه عندك كاينتيك انرجي. فانا لما موصل البطاريه بالشكل الصحيح اللي احنا بنوصلوه، بحيث ان الالكترونات لما بتنبعث الانود بيلقطها، يبقى كده الكاينتيك انرجي هو الجمع الاثنين. يبقى تاني، يعني لو جيت قلت لك فرق الاي والاي ورك طلع 5 الكترون فولت، فرق الاي والاي ورك طلع كام؟ 5 الكترون فولت. وجيت قلت لك حاصل ضرب الاي في الفي في البطاريه طلع برضه 5 الكترون فولت. يبقى كده الالكترون معاه طاقه حركه مقدارها كام؟ 10 الكترون فولت. يبقى انا باشا لو فرق الاي والاي ورك طلع 5 الكترون فولت، وحصل ضرب الاي في الفي طلع 5 الكترون فولت، يبقى كده كاينتيك انرجي للالكترون كام؟ 10 الكترون فولت، لان استمد طاقه حركته من مصدرين، من طاقه الضوء الساقط ومن كمان كام؟ البطاريه. طيب هتركز لي دلوقتي، لو انا عايز امنع اسرع الكترون ان هو ينتقل من الكاثود للانود، اعمل ايه؟ عايز امنع اسرع الكترون ان هو ينتقل من الكاثود للانود. هتيجي تقول لي اعكس البطاريه. يعني ايه؟ يعني الانود ده بالنسبه لي ياخد جهد ايه؟ ياخد جهد نيجاتيف، بحيث لما الضوء يسقط على المعدن يطلع الكترونات، الانود ده ما يلقطهاش. هتيجي تقول لي ما هو ممكن يكون طاقه الضوء عاليه جدا لدرجه ان هي تكسب الالكترون طاقه حركه، لدرجه ان هي برغم ان الانود واخد جهد سالب ان الالكترون يقدر يوصل. اعمل ايه في السالب اللي واخده الانود؟ ازوده لحد ما هوصل لقيمه سالبه او اقل قيمه سالبه على الانود، تقدر ان هي تمنع بيها اسرع الكترون ان هو ينتقل من الكاثود للانود. ده بنسموه جهد الايقاف. انا لو جيت قلت لك انا عايز احسب جهد الايقاف، احسب يا باشا جهد الايقاف ازاي؟ اللي هو اقل جهد سالب على الانود يمنع اسرع الكترون ان هو ينتقل من الكاثود للانود. طب بص يا باشا، حضرتك دلوقتي جهد الايقاف احسبه ازاي؟ حضرتك ايه ناقص الاي ورك هتساوي الاي في الفي ستوب. الفي ستوب ده يا جماعه بالنسبه لي اللي هو ايه؟ جهد الايقاف. هتيجي تقول لي يا باشمهندس يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا سقط ضوء على سطح معدن فتحرر الكترونات، فرق الاي والاي ورك كان 5 الكترون فولت. طب انت عايز توقف الكلام ده، دلوقتي فرق الاي والاي ورك كان 5 الكترون فولت، دي طاقه الحركه اللي اكتسبها الالكترون عن طريق الضوء. طب انا عايز اوقف الموضوع ده، اعمل ايه؟ اعكس البطاريه وخلي حاصل ضرب الاي في الفولت بتاع البطاريه يديك 5 الكترون فولت، يبقى انت كده وقفته او عطلته. ساعتها الفي ده اهي هتكون ايه؟ في ستوب. يبقى بص يا باشا، نهايه الكلام، لو انا البطاريه متوصله صح وعندي اي واي ورك وعندي فولت، يبقى اولا هطرح الاي من الاي ورك يديني مين؟ يديني كاينيتيك انرجي، واضرب الاي في الفي يديني ايه؟ يديني كاينيتيك انرجي. لو البطاريه متوصله صح اجمع الاثنين كاينيتيك انرجي. انما لو البطاريه معكوسه فانا هعمل ايه؟ هطرح الاثنين كاينيتيك انرجي. فانا المره الاخيره لو سقط ضوء على سطح معدن فتحررت الكترونات بطاقه حركه 5 الكترون فولت، لو البطاريه عن طريق فولتها وفرت لك 5 الكترون فولت والبطاريه متوصله صح، يبقى الالكترون معاها 10 الكترون فولت. لو انا عكست البطاريه، يبقى كده الالكترون معاه 5 الكترون فولت من الضوء وتعطل ب 5 الكترون فولت من البطاريه، يبقى كده المحصله بالنسبه لي بكام؟ بصفر. طيب معلومه تخلي بالك منها بس الله يكرمك، لو انا عندي خليه كهروضوئيه زي ما حضرتك شايف تمام، وسقط ضوء على سطح معدن وقال لك ان الايه بتساوي الايه ورك، وقال لك ساعتها احسب الكي اي. في بعض الطلبه ممكن تقول لك الكي اي بصفر، بحيث ان الايه قد الايه ورك، يبقى الكاينيتيك انرجي الفرق ما بينهم هيطلع بصفر. لو انا كان السؤال عام وكده وسبتك كده ما عنديش مشكله، بس لو انا راسم رسمه وفي بطاريه فاستنى بقى، الايه بتساوي الايه ورك، ففعلا الضوء ما اداش طاقه حركه الكترونات ولكن البطاريه تدي طاقه حركه، فساعتها تحسب الكاينيتيك انرجي من العلاقه من الاي في الفي بتاعه البطاريه، ما تقوليش بصفر. يبقى تاني سقط ضوء على سطح معدن وكان الاي بتساوي الاي ورك، احسب طاقه الحركه. لو مديك رسمه ومديك بطاريه ما تقوليش صفر، قال ايه بتساوي الاي ورك، ده معناته ان الضوء او طاقه الضوء ما دعمتش الالكترون بحركه، بس البطاريه دعمت، فهحسب دعم البطاريه للالكترونات اللي هو طبعا ايه في الفي يديني الكاينيتيك انرجي. فده بالنسبه للخليه الكهروضائيه. طب تعالى كده بالنسبه لظاهره كوميدون، حضرتك في ظاهره كوميدون عملنا يا باشا ظاهره كوميدون يا نجم، يعني ظاهره كوميدون يا باشا، جبنا فوتون من اشعه اكس او جاما، يعني طاقته مالها عاليه، تردده ماله عالي، وخلينا الفوتون ده يصطدم بالكترون حر مش مقيد بالنواه، واتفرجنا بقى لقينا التصادم ده كان مرن زي كرات البلياردو، الفوتون خسر جزء من طاقته واداها للالكترون، فلما بنسالك على طاقه الفوتون بتقل، تردد الفوتون بيقل، الالكترون اي حاجه فيها حركه زادت يعني طاقه حركته وكميه تحركه وسرعته زادت. المهم لما اجي اتعامل مع ظاهره كوميتر يا جماعه، مجموع طاقتي الالكترون والفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع طاقتي الالكترون والفوتون بعد التصادم. ده المبدا الاساسي، يعني اي سؤال هتيجي تلاقيه على ظاهره كوميتون اللي هو التصادم اللي حصل اللي هو المرن، مجموع طاقتي الالكترون والفوتون قبل ما يتصادموا هو بيساوي مجموع طاقتيهما بعد التصادم. فانا لو جيت اطبق العلاقه دي اي زائد اي هتساوي حضرتك اي زائد اي، انا بقول اي فوتون وعندي هنا اي الكترون، وعندي هنا برضو اي فوتون وكمان يا باشا ايه الكترون. الكلام ده نجم النجوم والله قبل التصادم، هو مجموع طاقتيهما قبل التصادم هتساوي مع مجموع طاقتيهما امتى؟ بعد التصادم. تعالى نفك القوانين اللي عندنا بعد اذن سيادتك لو مش هضايقك. دلوقتي طاقه الفوتون اتش نيو او اتش سي على اللمبه، يبقى دي اتش نيو الاولى زائد الالكترون، هنفترض ان طاقته الحركيه كانت بصفر اهو، او زي ما هو مديها لك،
فانا لما بقول لك طاقه الفوتون دي اتش نيو اتش سي لامدا. طاقه الالكترون احنا نقصد طاقته الحركيه اللي هي الكاينيتيك انرجي. طاقه الفوتون بعد تصادم اتش في تردده الجديد. وطاقه حركه الالكترون هي عباره عن ايه؟ نص ام في سكوير. حضرتك ممكن افك من البدايه طاقه الفوتون اتش سي على لامدا، والالكترون كان حر ومعهوش طاقه حركه يبقى زيرو. حضرتك طاقه الفوتون يبقى اتش سي على الطول الموجي الجديد زائد الطاقه الحركيه اللي اكتسبها الالكترون هي عباره عن نص ام الكترون في سكوير زي ما حضرتك شايف. فانت اي سؤال يجي لسالتك على ظاهره كومون يبقى مجموع طاقتي الالكترون والفوتون يا باشا قبل التصادم تساوي مجموع طاقتيهما امتى؟ بعد التصادم زي ما حضرتك شايف. ولما اجي اقول لك ايه فوتون فاحنا عباره عن ايه؟ اتش في نيو، او عباره عن اتش في سي على مين يا جماعه؟ على لامدا. ولما اجي اقول لك الاي بتاعه الالكترون هي عباره عن ايه؟ ايه الكترون هي عباره عن نص ام الكترون في سكوير اللي هي طاقته الايه؟ الحركيه. طيب ده بالنسبه لظاهره كومون. تعالى بقى يا باشا ركز معايا قوانين الفوتون اللي تعبان. انا عايز احسب ايه الفوتون، عايز احسب طاقته وتردده، عايز احسب طوله الموجي، عايز احسب كميه تحركه، عايز احسب كتلته، عايز احسب قوته. كل دي حاجات انا ممكن احسبها. فتعالى واحده واحده. قوانين الفوتون، اولا لو انا عايز احسب الاي هتقول لي اتش في نيو، او هتقول لي اتش في سي على لامدا. اقول لك على حاجه من علاقه اينشتاين لكتله وطاقه اي بتساوي ام سي سكوير زي ما حضرتك شايف. طب اقول لك على حاجه، مش دي ام في سي في سي وام في سي لوحدها بي ال، يعني دي ام سي سي، فدي ام في سي ببي ال اللي هي كتله بسرعه بكميه تحرك، ويتبقى هنا سي، فدي قوانين الطاقه. طب انا عايز الطول الموجي اللي هو لامدا. لامدا باشا بتساوي من هنا بدلها مكان الاي يبقى اتش في سي على مين؟ على اي. ومن القانون سرعه الضوء شوف سي بتساوي ايه؟ لامدا في النيو. فمن القانون ده اصلا لامدا بتساوي ايه؟ بتساوي السي على نيو. ومن دي براولي لامدا بتساوي اتش على البي ال. طب عايز احسب التردد بتاع الفوتون اللي هو نيو. نيو حضرتك من القانون ده نيو عباره عن ايه؟ سي على اللامدا. ومن القانون الاولاني نيو اي على الاتش اهو، اي على الاتش زي ما سيادتك شايف. طب حابب تحسب مين يا باشا تاني؟ حابب احسب الكتله الام. طب ما انا لسه قايل لك ان الاي ام سي سكوير يبقى الام اي على سي سكوير، يبقى الام اهو اي على سي سكوير. طب حابب احسب كميه تحرك بي ال، هي عباره عن كتله في مين؟ في سرعه. طب ما انا ممكن افك الام ايه على سي سكوير، ايه على سي سكوير في سي، يتبقى بالنسبه لي يا جماعه يتبقى ايه على السي زي ما حضرتك شايف. ومن قانون دي براولي البي ال بما انك قايل لسه لامدا بتساوي اتش على البي ال يبقى بي ال اتش على مين؟ اتش على لامدا. فدي قوانين. طب حضرتك عايز احسب قوه حسبه الفوتونات الساقطه على سطح عاكس. الفورس على سطح عاكس، فورس على سطح عاكس استنتجناها يا جماعه هي عباره عن 2 باور على سي. وممكن اقول 2 وافك الباور لايه في الفاي ال، ودي بالنسبه لي سي. حركه الفورس على جسم اسود هيبقى من غير التو، هيبقى على طول باور على السي. ليه؟ حضرتك لو رجعت للاستنتاج اللي موجود في كتاب الوزاره او موجود في ملزمتك، لو سطح عاكس طبعا القوه هي معدل زمن التغير في كميه التحرك. سطح عاكس يبقى كميه تحرك الفوتون بي ال 1 ام سي، وبعد كده هيبقى بي ال 2 سالب ام سي، فالفرق 2 ام سي ويظهر معاك الاثنين باقي الاستنتاج. اما حضرتك لو بتتكلم على سطح او جسم اسود فده مش هيعكس، ده هيمتص، فيبقى بي ال 1 ام سي وبي ال 2 بقى هو معكس بصفر، فالفرق يبقى ام سي بس من غير الاثنين. او اللي موجود في المنهج هو سطح عاكس، يعني سواء ما حددليش خلاص القانون باور على سي، لو قال لي جسم اسود يبقى القانون باور على سي. حضرتك بحيث ان الباور لما اجي احسبها بقى قدره الشعاع الضوئي، الباور عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ايه في الفاي ال زي ما سيادتك شايف. طب انا عايز احسب يا مستر الفاي ال اللي هو معدل سقوط الفوتونات. الفاي ال بالنسبه لي هي عباره عن ان على تي اللي هو عدد الفوتونات الساقطه ثانيه الواحده. طيب حضرتك دلوقتي ممكن اقول برضو من هنا الفاي ال بتساوي ايه؟ بتساوي باور على الاي. يجي واحد بيحب الفك يفك ما عنديش مشكله، ادي باور ويفك الاي لاتش في سي على لامدا مقام المقام بسط بالنسبه لي اهو. فده القوانين. فانا بالنسبه لي دي قوانين اللي بتعامل بيها. عايز تحسب الطاقه اهلا وسهلا بيك، طول موجي اهلا وسهلا بيك، حابب تحسب تردد، حابب تحسب كتله، حابب تحسب كميه تحرك، حابب تحسب القوه قدره الشعاع الضوئي، حابب تحسب الفاي ال، ما عنديش مشكله. خلي بالك ان الفاي ال لما تيجي تحسبه من هنا يعني باور على ايه او باور لامدا على اتش سي، ده بيكون فوتون بير سكند، يعني فوتون لكل ايه ثانيه. فانا لو عايز عدد الفوتونات الساقطه او المنبعثه بالنسبه لي في الدقيقه يبقى اضرب في كام؟ في 60. يعني انا دلوقتي عندي مولود كل ثانيه، طب كم مولود في الدقيقه؟ اضرب في 60. فحضرتك دلوقتي ده فوتون بير سكند، يعني ما تعوض قانون باور على ايه او باور لامدا اتش سي، فده بالنسبه لي يطلع لك الفوتونات المنبعثه في الثانيه الواحده. شوف بقى انت عايز الفوتونات المنبعثه في وقت قد ايه، يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتضرب في الوقت ده. معلومه خطيره جدا، لما اجي اقول لك اللامدا عشان بعض الناس بلاقيهم بيغلطوا، ولما اجي اقول لك النيو بعض الناس تيجي تقول لهم هات اللامدا يقول لك 1 على نيو، تيجي تقول له هات النيو يقول لك 1 على اللامدا. ليه يا عم؟ اللامدا يا جماعه من القانون اهو يا جماعه، من القانون اهو يا جماعه بعد اذن حضرتك، اللامدا سي على نيو.
والنيو حضرتك هو اللي مين؟ هو اللي سي على اللامدا. فتخلي بالك من الحسبه دي. ممنوع تيجي تحسب الطول الموجي انك تشقلب التردد، ممنوع تيجي تحسب التردد انك تشقلب الطول الموجي. عندك تردد قول سي على التردد يديك طول موجي، عندك طول موجي قول سي على الطول الموجي يدي مين؟ التردد. امال انا مستر مين اللي كنا بنشقلبهم؟ حبيب قلبي اللي كنا بنشقلبهم ده كان في الكهربيه الزمن الدوري والتردد. لو انا مديك زمن دوري شقلبه يديك تردد، لو انا مديك تردد شقلبه يديك مين؟ زمن دوري زي ما حضرتك شايف. فدي قوانين الفوتون. اجيب سؤال اقول لك طاقته تردده طول الموجي كميه تحركه كتلته سرعته ثابته وهي سرعه الضوء زي ما حضرتك شايف. قدره الشعاع الضوئي، عايز معدل انبعاث الفوتونات او معدل سقوط الفوتونات اللي هو فاي ال، عايز القوه، عايز قدره الشعاع، كل ده اقدر اتعامل بيه من العلاقات دي او من القوانين دي. طب تعالى كده الميكروسكوب الالكتروني لسه كاتبين القوانين وهنكتبها تاني عشان مهم. طبعا الميكروسكوب الالكتروني احنا بنتعامل مع الكترونات. الكاينيك انرجي بتساوي ايه؟ نص ام الكترون في سكوير، وبيساوي كمان يا جماعه وبتساوي الاي في الفولت. ده بالنسبه لي فرق جهد، وده بالنسبه لي سرعه او مربع سرعه بقى، وده باشا ايه؟ طاقه الحركه زي ما حضرتك شايف. كلام سليم. طيب بص يا باشا، حضرتك دلوقتي برضو عندي دي براولي، لان هو اصلا فكره عمل الميكروسكوب الالكتروني دي براولي. لامدا بتساوي اتش على مين؟ على بي ال كميه تحرك، اللي هي اتش افك كميه تحرك لام الكترون في الفي اللي هي سرعه. طبعا فكره عمل الميكروسكوب الالكتروني شرط الرؤيه ان نستخدم اشعه طولها الموجي اقل من ابعاد العينه اللي احنا عايزين نشوفها. فانا بقلل الطول الموجي. هتقلل الطول الموجي عن طريق تعمل ايه؟ تزود سرعه الالكترونات. طب هتزود سرعه الالكترونات ازاي؟ هزود السرعه عن طريق فرق الجهد. فانا في الميكروسكوب الالكتروني بزياده فرق الجهد بين الكاثود والانود بتزداد سرعه الالكترونات وطاقه حركه الالكترونات، ومن دي براولي بزياده سرعه الالكترونات يقل الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترونات، فبالتالي بيتحقق بالنسبه لي شرط الرؤيه. لسه قايل لحضرتك وبقول لك تاني عشان الموضوع فيري 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 امبورتنت للصبح. حضرتك قايل لحضرتك لو انا من هنا عايز اعمل علاقات، فلامدا 1 لامدا 2 مع البي ال عكسي يبقى بي ال 2 بي ال 1. البي ال والسرعه اخوات يبقى في 2 في 1 دي اللي هي سرعه. حضرتك جذر فولت 2 فولت 1 ده هو فرق جهد. حضرتك فرق الجهد والكاينتيك انرجي اخوات يبقى جذر كي اي 2 كي اي 1. فدي بالنسبه لي طاقه حركه، وده فرق جهد وسرعه، ودي حضرتك كميه تحرك، وده بالنسبه لي طول موجي مصاحب للحركه. ولسه برضه قايل لك لو انا عايز احسب في اللي هي سرعه من العلاقه دي، الفي اللي سرعه اجيبها ازاي؟ دي في سكوير، يبقى تاخد الجذر. حضرتك جذر ايه؟ ادي ايه في الفي على نص ام اهو، يبقى النص تطلع فوق كام؟ 2. واقول جذر ادي 2 ممكن افك الايه في الفي للكاينيتيك انرجي، وادي بالنسبه لي الام. فالعلاقه دي خطيره جدا. يعني انا لو في امتحان دور اول اديتك فرق جهد، ده بالنسبه لي اهو فرق جهد. لو مديك فرق جهد وعايز سرعه طبق العلاقه دي، لو مديك كاينيتيك انرجي وعايز سرعه طبق العلاقه دي. عايز تبقى عارف العلاقه الاساسيه من البدايه اللي هو القانون ده وتتعامل، انا برضو ما عنديش ادنى مشكله. يبقى دي قوانين الميكروسكوب الالكتروني اللي هي برضو القوانين اللي استخدمناها في انبوبه اشعه الكاثود طالما احنا بنتعامل مع الالكترونات. طب باشا منحنى بلانك، طبعا منحنى بلانك ادي شده الاشعاع، منحنى بيوضح العلاقه ما بين شده الاشعاع وبين الاطوال الموجيه الصادره من جسم ساخن. فده بالنسبه لي منحنى بلانك. فمنحنى بلانك بيقول لحضرتك عند الاطوال الموجيه قصيره جدا اللي هي الترددات العاليه تقترب شده الاشعاع من الصفر، وعند الاطوال الموجيه العاليه جدا اللي هي الترددات الصغيره تقترب من الصفر شده الاشعاع. انما هنا عند طول موجي معين اسمه لامدا ماكس او عند تردد معين اسمه نيو ماكس، فشده الاشعاع بتكون مالها؟ بتكون اكبر ما يمكن. طب المهم بقى مستر انا عايز قانون احسب بيه شده الشعاع تبع لمنحنى بلانك، احسبه ازاي؟ انا لقيت هنا في كتاب الوزاره كاتب وات على متر مربع. طالما بيديني تمييز انا هقدر يا جماعه اطلع بقانون. فلما تيجي تبص شده الاشعاع، لما تيجي تبص هي الوات دي بتاعت ايه؟ بتاعت الباور اللي هي القدره، وحضرتك متر مربع يبقى دي الايه؟ الاريا. فانا شده الاشعاع هي قدره الشعاع الضوئي الساقط عموديا على واحد المساحات زي ما حضرتك شايف. طب ما هي الباور لسه كاتبين القوانين ممكن افكها ايه في الفاي ال، وادي بالنسبه لي الاريا. يبقى دي بالنسبه لي ايه، وممكن افك الفاي ال ان على مين؟ على التي، وادي بالنسبه لي الاريا واتعامل. طبعا دي بالنسبه لي طاقه الفوتون، وده بالنسبه لي العدد، وبالنسبه للمساحه والزمن زي ما حضرتك شايف. فدي بالنسبه لي شده الاشعاع. فانا شده الاشعاع هي قدره الشعاع الضوئي الساقط عموديا على وحده المساحات. القدره بالنسبه لي عباره عن ايه في الفاي ال اللي هي الطاقه في المعدل اللي هو ايه في ان، ده اجمالي الطاقه بالنسبه للزمن. حضرتك وادي الاريا وعوض وهات النتيجه ما عنديش مشكله. فانا ده بالنسبه لي لو انا حبيت احسب شده الاشعاع. طب تعالى يا باشا حضرتك، انا دي قوانيننا اللي احنا اتكلمنا عليهم سواء بقى الميكروسكوب الالكتروني، انبوبه اشعه الكاثود، قانون فين، ذرات كهربائيه، خلايا كهربائيه، قوانين الفوتون. حابب اقول لك بس ايه كام قانون كده صدقني خطيرين جدا. لو انا عايز علاقه بين اللامدا والسرعه، طب اللامدا والفولت، طب اللامدا والكي اي.
فانت هتركز معايا لان انا عندي 3 علاقات جوكر هيفرقوا معايا في امتحان دور اول جدا جدا جدا. مستر لامدا والسرعه دي براولي، يعني لامدا بتساوي اتش على ام الكترون في الفي، خلاص دي بالنسبه لي سرعه، فدي علاقه مقريه معروفه ما عنديش اي مشكله. ده لامدا وسرعه، فلو جيت كلمتك عن الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم وسرعه الجسيم يبقى دي العلاقه اللي انا هستخدمها. طب عايز ادخل فرق الجهد المطبق على الجسيم اعمل ايه؟ هو انا مش لسه قايل لك على جنب كده ان في سرعه هنلجا للقانون ده عباره عن ايه؟ جذر 2 اي في على الام. ده بالنسبه لي يا جماعه ايه؟ فرق جهد. انا عايز اشيل السرعه من القانون اللي فوق وادخل فرق الجهد، فركز معايا. ادي لامدا هتساوي ادي اتش وادي ام عادي جدا. حضرتك بقى شيل السرعه ودخل مكانها الحسبه دي اللي هي جذر 2 اي في على الام. طب يبقى عدل على القانون، يبقى لامدا بتساوي ادي الاتش، الام تخش تحت الجذر كام؟ ام تربيع، يبقى ام تربيع على ام يبقى ام، يبقى قانون عندي جذر 2 اي في ام. ايه ده؟ يبقى انا عندي قانون بيقول لك ان لامدا بتساوي ادي الاتش على جذر 2 اي في ام. ده بالنسبه لي قانون خطير جدا. دي بالنسبه لي ايه؟ دي بالنسبه لي فرق جهد. طب استنى واحد بقى يكمل تعديلاته بيقول لي لامدا بتساوي اتش على جذر ادي الاثنين. طب انا ممكن افك الاي في الفي لان دي كاينيتيك انرجي، يبقى كي ايه وادي بالنسبه لي الام اهو. فدي قوانين بالنسبه لي خطيره جدا جدا. جيت بكلمك عن الطول الموجي والسرعه يبقى بالنسبه لي العلاقه الاولى، جيت الطول الموجي وفرق الجهد يبقى العلاقه الثانيه، الطول الموجي وكميه التحرك يبقى العلاقه الثالثه. فدي قوانين انا بسميها قوانين جوكر، بتخلص الطالب في ثواني في السؤال، بدل ما لسه يقعد يعمل الحسابات دي ويعوض وتعويضات ويقول لك ده الامتحان رياضه ومش رياضه والكلام ده كله، يقدر ان هو يعوض في القوانين دي فيحصل على النتيجه النهائيه. فده طول موجي وسرعه، طول موجي وفرق جهد، طول موجي وكميه تحرك، لو دخل لك في القوانين اعوض بيها على طول واحصل على الدرجه مفيش اي مشكله. وده بالنسبه لي اسمه الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون زي ما حضرتك شايف. واي سؤال اصلا تسمع طول موجي مصاحب لحركه الجسيم هوب تبراولي، شوف بقى بيتكلم السرعه، بيتكلم كي ايه اللي هي طاقه الحركه، بيتكلم على الفي اللي هي فرق الجهد ايا كانت. خلاص يا باشا. فده بالنسبه لقوانين الفصل رقم 5. قوانين كتيره بس افرمها عشان تنجزك في امتحان دور اول. انا عايزك دور اول لما تلاقي مساله في الخامس او عامه على الحديثه، انا هفرم ان شاء الله القوانين الحديثه كلها، عايزك لما تلاقي قوانين على الخامس او قوانين على الحديثه تفرمها على طول، فتبقى عارف انت رايح فين. طول موجي وسرعه طول موجي وفرق جهد طول موجي وكاينيتيك انرجي بالنسبه للجسم بيتحرك، ابدا انك تتعامل على طول. اكتب القوانين، بتعامل مع الفوتونات، بتعامل مع الالكترونات، بتعامل مع الظاهره الكهروضوئيه، بتعامل مع الخلايا الكهروضوئيه، بتعامل مع السي ار تي، بتعامل مع الميكروسكوب، بتعامل مع قانون فين، بتعامل على منحنى بلانك. دي كلها حاجات لازم حضرتك تبقى عارفها وتنجز في المنجز، عشان احنا عايزين في اخر السنه نلقط على طول ونحل على طول وما نطلعش نشتكي ونعيط ونقول الامتحان طويل وما يتحلش ورياضه ومش رياضه والكلام ده كله. فاعمل حسابك من دلوقتي انك تعيش اجواء اللجنه قبل ما تعيشها، فتبقى مستعد فتنجز ان شاء الله وربنا يكرمك. خلاص. فمش هطول عليك اكتر من كده. ده بالنسبه لقوانين وملخص قوانين الفصل الخامس. ذاكرها كويس جدا جدا جدا، وسي يو فيديو جديد.